السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كلاص او ايس كريم سهل وبسيط مع واحد المكون اللي كيعطيه مذاق رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتعليق باش تشجعوني. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. خديت واحد الاناء ندير فيه نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد مزيان باش تطلع الكريمه كتجينا عاقده. غادي نزيد كاس ديال لاكريم شونتيي، ممكن تستعملوا اي كريمه كتفضلوها. غادي نزيد 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندنا واحد فلون كراميل اللي كيعطي واحد المذاق اللي يكون زوين. الا كان الفلون عندكم بالسكر فاستخدموا على السكر السنيده، ما تضيفوش. وغادي ناخذ طراب الكهربائي ونبقى نضرب مزيان حتى كتطلع لي الكريمه. ودير تضرب واحد 10 دقائق. هلا كيف ما كتلاحظوا مع الوقت كتطلع لي الكريمه بهذه الطريقه. هلا حبست تضرب، وغادي نزيد واحد المكون اللي كيكون بسكوي، غادي ندقو بدلك بهذه الطريقه اللي ماشي ضروري، هو كيعطي واحد المذاق زوين للكلاص ديالنا. استعملوا اي بسكوي، انا استعملت غير هذا ديال الشكلاط، ونخلط بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا خديت واحد السيركل درت فيه اطار دائري، ممكن تستعملوا اي مول، واخا المول ديال الكيكه اللي غديروا فيه تغلفوه بالسلفه باش ما تلصقش ليكم وتستعملوا فيها الكلاص. خديت واحد البسكوي ديال غير عادي، قطعته للانصاف وغادي نستفو في الزينه بهذه الطريقه. هاد البسكوي راه ماشي ضروري، ممكن تستغناو عليه، هو كيعطي منظر زوين للكلاص. كملت هنا الدائره كامله، خديت الكريمه درتها في واحد البوش وغنحاول ندور عليها باش يثبت لي داك البسكوي في الجناب، ومن بعد عاد نبقى نحط عشوائيا. ودابا نبقى نضيف الكريمه عشوائيا بهذه الطريقه، ونحاول نقادها باش يجينا السطح ديالها متساوي. ودابا غادي نبقى نقادو واحد الملعقه اللي تكون السطح ديالها متساوي باش الكلاص كيجينا مقاد. دابا خديت واحد الكريمه اللي بقات لي درتها في واحد البوش اللي درت فيه واحد البوق بهذه الطريقه، نحاول ندير شكل يعني كيف ما كان، التزيين يكون بسيط، ودائما التزيين كيبقى اختياري. درت انا دوائر بهذه الطريقه ونغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونديرو ليله كامله في المجمد. اذا درتو في الصباح غادي في الليل تلقاوه واجد، واذا درتوه في الليل تلقاوه في الصباح واجد. وهنا من بعد ما درت ليله كامله في المجمد حيدته من الاطار ديالو كيتحيد بسهوله. هلا غنزين بواحد الشكلاط فيرميسيل، والتزيين كيبقى اختياري. نحاول نعمر داك الفراغات اللي ما بين الدوائر بالفيرميسيل، كيعطيه منظر زوين. وكذلك الوليدات الصغار كيعجبهم الشكلاط. وانا زدت واحد البسكوي في الجناب باش كيعطينا واحد المنظر زوين للكلاص. وهنا كنكونوا ثاني كلاص ديالنا كيجي بهذه الطريقه اللي ممكن تقدموه بالصحه والراحه، كيجي زوين بزاف وشي حاجه اللي بسيطه كتقدموها لوليداتكم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وطريقه الاحتفاظ ديالو غديروا في المجمد، وفوق ما بغيتو غتقطعوا منه. كنتمنى ان وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو والتعليق باش تشجعوني، وشكرا على المتابعه، الى اللقاء.